الا كنتي كتسمع دابا في الليل وطافي الضوء وخايف شويه، غير حبس الفيديو، حيت ملي تدخل لهاد القصه بحال الا دخلتي لشي دار مهجوره وماشي اي واحد كيخرج منها سالم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري لي زامي كاع اللي كيتبع قناه ديال شايبي فايبس، كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، السيبور ديالكم والبارطاج. كيف ما وعدتكم بالقصه ديال الدار المهجوره. تخيل معايا واحد القصه اللي تقدر توقع لك وتبدل لك حياتك كامل. هذاك النهار براسو اللي وقع فيه هذاك الشيء ماشي بحال النهار الاخرين، ما كانش فيه شي حاجه باينه، ولكن الاحساس اللي كان داخل ديالي كان كيقول باللي شي حاجه خايبه غادا توقع، والاحساس ديالي ما خيبنيش. انا سميتي امين، عندي 32 عام، كنت خدام في واحد الشركه صغيره في مدينه اللي كلشي كيعرف فيها كلشي، والناس كيعرفوا بعضياتهم مزيان، وكل حاجه عندها فيها قصه اللي كيهضروا عليها من العشيه لعشيه الناس في القهاوي، اولا العيالات ملي كيتجمعوا في راس الدرب اولا في الباب ديال شي دار ديال وحده فيهم وكيبقاو يهضروا عليها. ولكن كاينه قصه وحده اللي الناس كيتفاداو يهضروا عليها، هي قصه الدار المهجور. هاد الدار كانت في طرف المدينه حدا الغابه، بعيده شويه على الديور. دار كبيره وقديمه والحيطان ديالها مشقين، فيها جوج شراجم اللي عندهم شباك ديال الحديد. هادوك جوج شراجم كانوا بحال شي عيون اللي كتشوف بهم الدار. منين كنت صغير كنت كنسمع الناس كبار كيهضروا عليها، ومنين كانوا كيهضروا الوجه ديالهم كيتبدل، كيهضروا هما خايفين. كنت كنضحك وكنقول هادو غير خرافات ديال العيالات وديال الناس كبار. حتى جا داك النهار كنت راجع من الخدمه مع صاحبي كريم، والطريق طويله والضو في داك الطريق كان خاسر. كانوا ديما كيصايبوه، ولكن من بعد 2 أو 3 سوايع كيرجع يخسر، غير الضو ديال الطوموبيلات اللي كان كيشق هذيك الطريق. واحد الوقيته هو يدور عندي كريم وقال لي: امين، شوف شنو كاين تما. شفت فين كيشير بيديه، لقيتو كيشير على الدار. مع داك الضو ديال الطوموبيلات كان كيضرب في الدار، كتبان لك الدار بحال جايه مقربه لعندك، واخا حنا اللي كنا غاديين في جهتها. واحد من دوك 2 شراجم كيتشعل فيه واحد الضو بحال شي بوله قربت تسالى او شي شمعه اللي قربت تطفى. وانا سول كريم قلت له: واش شي واحد ولا ساكن فيها دابا؟ هز راسو وقال لي: لا، مستحيل شي واحد يسكن فيها، سنين هادي وديك الدار خاويه. بقينا واقفين واحد شويه، قربنا للدار، سكات، ما كاين حتى واحد، حتى الصوت ديال الدبانه والناموس ما كيتسمعش. انا وكريم كانت فينا الزعامه بزاف. شفنا الباب ديال الخشب محلول مشقوق وقديم، غير قصناه هو يتحل. هادوك الحدايد اللي كانوا شادين الباب كانوا مصديين، ومنين تحلت الباب ولات كدير الصداع. دخلنا، ريحه العفن والبروده، وحنا نسدو النيوف ديالنا وبقينا داخلين. واحد شويه الباب تسد بوحدو، منين درنا كنشوفو لقينا الباب تسد بواحد الطريقه بحال شي واحد سدو، والباب كيف ما شفنا في الاول كان مايل وقرب يطيح، ولكن منين تسد ولا شاد بلاصتو. بقى كيضحك وقال لي غير البرد اللي سدو، ولكن واخا كان كيضحك كنت كنشوف ليه الخوف في عينيه. وثاني حاجه اللي رديت ليها البال هي كان الصيف داك الساعه وما كانش البرد اللي يقدر يسد الباب. درنا واحد 2 خطوات لقدام، كانت صاله كبيره فيها صالون قديم ديال الكوير مقشر وطابله مهرسه ومرايه كبيره جات مقابله مع الباب. غير شفت المرايه حسيت براسي ما مرتاحش. الانعكاس ديالي كان كيتعطل واحد 2 و 3 ديال الثواني، وانا نقول مع راسي هادشي كنشوفو غير وهم، ما كاين حتى شي حاجه اللي خارقه للعاده تقدر تكون هنايا. واحد الوقيته كنسمعوا شي واحد في البيت الفوق. هو يدور عندي كريم قال لي: سمعتي شي واحد كاين الفوق؟ هزيت في راسي في كريم، شفت فيه، وليت كنتنفس غير بزز والقلب ديالي كيضرب بالسربه. طلعنا جهه الدروج باش نشوفوا شكون كاين الفوق. كان كيسحب لنا في الاول غير شي شمكار ولا شي واحد ما عنده فين يبات. طلعنا في الدروج بشويه وحنا كنسمعوا الصوت والخطوات ديالنا فوق الدروج ديال الخشب. بدينا كنقربوا البيت، سمعنا صوت ديال المراه، الصوت ضعيف بحال شي مراه مريضه باغا توصلنا الصوت ديالها. كتسولنا على جيتو. بقيت واقف في بلاصتي، ما قدرت ندير خطوه لا للور لا للقدام. واحد شويه كريم خاف، هبط من الدروج كيجري، انا ما تحركتش من بلاصتي. منين درت شفت لقيتو ما بقاش كيبان. واحد شويه وهو يغوت: امين، بالجهد. داك الغوته اللي غوت كريم تسمعت في الدار كامله، ومن بعد جا واحد السكات، ما بقاش كيتسمع الحس ديالو. بقيت كنعيط بزاف ديال المرات في بلاصتي: كريم كريم، حتى واحد ما كيجاوب. تما بديت كنحس براسي بقيت بوحدي في الدار. شفت جهه الشرجم،
لقيت نفس الضوء اللي كان شاعل من الداخل ولا شاعل من برا الدار. داك الساعه عرفت باللي شي حاجه خطيره غادا توقع، وانا نقول ليها غادي ندخل نشوف شكون كاين في البيت. حليت الباب ديال البيت، لقيته عامر تصاور قديمه، تصاور ديال الناس ما عندهمش العينين او دراري صغار وجوههم ممسوح. وفي وسط داك البيت كانت مرايه واحده اخرى. قربت ليها المرايه، واخا كانت كتعكسني ولكن ما كنتش كنشوف فيها راسي. سمعت صوت واحد اخر في وسط البيت، غنسمع مره اخرى، ولكن هاد المره كان واحد الصوت اللي واضح. هاد الدار كتعيش على الخوف والارواح ديال الناس. درت نشوف شكون مور هاد الصوت، لقيت مرا لابسه قفطان قديم، وجهها مكمش وعينيها كحل، وهي تقول لي كريم عطانا القوه ودابا جات نوبتك. تما فهمت باللي الدار ماشي مهجوره، الدار كتاكل اي واحد دخل ليها. خرجت من البيت، جريت كيف ما دار كريم، هبطت مع الدروج، كنقلب على الباب اللي دخلنا منه، كنلقى الباب ما بقاش. ما عندي منين نخرج، بقيت واحد في داك الدار، ومن تما ما بقيت عاقل على والو. غادي نحل عينيا نلقى راسي في السبيطار. قالوا لي لقاني واحد السارح مرمي حدا الغابه، كنهضر بوحدي بحال شي حماق. جات عندي الممرضه، قلت ليها فين هو كريم؟ قالت لي كريم ما كاينش. ومن تما وانا كل ليله كنحلم بنفس الدار، بنفس الشراجم، داك الضوء، بنفس الطريقه، وديما واحد الصوت كيتعاود. دار المهجوره كتسنى ضيف جديد. ما عمري قدرت ننسى ديك الليله، حيت منين فقت في السبيطار حتى منين قالوا لي كنت مصدوم. كنت عارف في الداخل ديالي ان الدار ما خلاتنيش نمشي. من مورا شهر تقريبا وانا كل ليله كنفيق مع نفس الاحساس وكنشوف نفس الحلمه، بحال شي واحد كيعيط ليا عاوتاني بسميتي، كيقول لي امين امين خاصك تجي. واحد النهار وانا خارج من الخدمه، شدتني واحد السيده كبيره في السن شويه، لابسه جلابه كحله وعينيها صغار. ما قالت لي لا السلام لا سميتي لا والو. قربات عندي وقالت لي واش انت اللي خرجتي من الدار؟ مره اخرى تصدمت، قلت لي شكون اللي قالها لك؟ قالت لي الدار كتخلي ديما علامه في اللي خرج منها. شدتني من يدي وهي تشوف واحد الشرحه صغيره، عمرني ما رديت ليها البال، وهي تقول لي هذا هو طابع الرجوع. السلام عليكم، سميتي لاله زهره. هاد لاله زهره مشيت عندها لدارها، كانت عامره بالكتوبه والحجابات وشي تصاور في شكل. قلت لها عاودي لي على الدار شويه. قالت لي امين، هاد الدار كانت ملك لواحد العائله شحال هادي، كانوا كيمارسوا فيها طقوس الشعوذه وطقوس اللي محرمه، ما كان حتى واحد كيقدر يمارسهم. كيستعملوا الخوف والارواح ديال الناس باش يطولوا الحياه ديالهم. وسكتات واحد شويه، زادت واحد 2 خطوات لعندي القدام، قالت لي ولكن الطقوس خرجت على السيطره والدار ولات فيها روح اللي باغا تبقى عايشه. ونسولها قلت له صاحبي كريم فين هو؟ هبطات راسها وقالت لي راه باقي تما. الحكايه كان شي واحد باديها قبل مني، هو واحد الدري كان سميتو ايوب، صحفي مستقل، كان جا من واحد الدوار اللي قريب لداك المدينه باش يحقق في داك الاختفاءات اللي كانوا وقعوا بسبب هذيك الدار المهجوره. تلاقينا غير صدفه انا وياه. قال لي الناس اللي غبروا اخر بلاصه شافوهم فيها هي الحد ديال الغابه، يعني قريبه للدار. ونقترح ليه نمشيو نقلبوا نقدروا نلقاو شي دلائل او شي خيط اللي دلنا على كاع دوك الناس اللي غبروا. لاله زهره حذرتنا، قالت لنا الدخول الثاني كيكون خطر من الاول، ولكن ما كانش عندي اختيار. قررنا نرجعوا بثلاثه، انا وايوب ولاله زهره. دينا معنا واحد البيل حيت الداخل ديال الدار كيكون ظلام بزاف. غير قربنا للدار نفس الحاجه، الضوء ديال الطوموبيلات كيضرب فيها والدار كتبان بحال جايه عندك. الشراجم كيشوفوا فيك بحال شي عينين، والصدمه كبيره. هو الباب رجع لبلاصتو ولقيناه محلول. منين دخلنا سمعنا الضحك ديال الدراري الصغار، شفنا شخصيات جديده، ناس لابسين من عصور مختلفه، واحد بجلابه قديمه وواحد بلباس اوروبي عتيق، ودري صغير ما عندوش العينين، عنده الشراجم بحال ديال الدار المهجوره. دار فيا وقال لي ايوب ما تخافش، هاد الناس ما ماتوش. وجات شي حدا لاله زهره قالت لي هاد الناس تسرقوا. لقينا صاحبي كريم واقف تما، ولكن كان مبدل عليا بزاف. كان واقف حدا المرايه اللي كاينه لتحت في الصالون، وجهه مكمش وعينيه شاعلين فيهم 2 شمعات. قال لي بواحد الصوت دي بحال شي راجل كبير راه انا اللي اختاريت نبقى. هو يقرب مني، فرحت، كنت باغي نخرج كريم من منطقه الدار ويحيد يديه،
ما خلانيش نشد فيه. قرب لي لودني وقال لي دابا جات نوبتك. نفس الجمله اللي سمعتها من المراه اول مره دخلت للبيت اللي فوق. لاله زهره جبدت واحد الحجاب شداتو بيدها اليمين ويدها اليسار جبدت واحد الكتاب وبقات كتقرا. بقات كتقول شي تخربيق حتى واحد ما عرفو. من بعد الحيوط ديال الدار بدات كتهز ولا في الدار الغوات بزاف. ايوب شدني من يدي وقال لي الا ما خرجناش دابا غادي نوليو بحالهم. شفت في صاحبي كريم اخر مره اللي كان كيضحك معايا، اللي ما كانش باغيني نمشي، كان باغيني نبقى معاه. هربنا من الدار ولاله زهره قالت اخر كلمه ديالها: الدار ما كتموتش، الدار مهجوره غير كتنعس. من داك النهار ايوب بقى كيتبع القضيه. كل نهار كنحلم باب جديد اللي ما عمري شفتو وديما كتكون مكتوبه فيه الدار مهجوره. ومن بعد داك النهار ما بقاتش حياتي كيف كانت قبل. الدار طاحت ولكن الاثر ديالها بقى. كنفيق في الليل ويدي ديما كتحكني في داك البلاصه اللي قالت لي لاله زهره راه عندك طابع الرجوع. ودنيا ورجلي كانوا كيسخنوا بزاف بحال شي حاجه كتبغي تفيقني وما تخلينيش نعس. واحد النهار مع 3 ديال الليل سمعت شي واحد كيتمشى عندي في الدار. نط ما كنلقى حتى واحد. شويه كنسمع الباب ديال الدار كيدق فيه شي واحد. خرجت حليت ما لقيت حتى شي واحد، غير ورقه مطويه مكتوب فيها راه باقين والدار ما سالاتش. كان باين الخط ديال ايوب. هاد الجمله كان كيقولها لي ايوب بزاف. ايوب اللي سيمانه هو غابر. عرفت بلي ايوب رجع وخلى لي رساله وبغاني نرجع معاه للدار. وخربت مشيت عند لاله زهره. منين شافتني صدمات، حلت لي الباب، دخلت لعندها نفس البلاصه، جلست وقالت لي واحد الحقيقه اللي ما قالتهاش لي المره الاولى، اللي هي كاين 3 الانواع ديال الناس مع الدار. كاين اللي كيموت، كاين اللي كيتسرق، واللي كيرجع. وانا نسولها قلت لها وانا شمن النوع؟ جاوبتني بلا ما تشوف فيا، قلت لي انت النوع الثالث. واخا رابط الدار غتبقى ديما كتغطى على الارواح والخوف ديال بنادم، وباش تسد الدار نهائيا خاص ندخلوا المره الثالثه. وهاد المره قررت نمشي بوحدي. خرجت مع الفجر رجعت للغابه. هاد المره ما كانتش الدار، باب بوحدو واقف ما حداه لا حيط لا حتى حاجه. حاولت ندخل البلاصه اللي كانت فيها الدار ولكن واحد الريح كان كيضرب فيا وكيمنعني ما كيخلينيش ندخل. بقيت كنحاول ندخل من الجناب ديالها ما قدرتش، وانا نقول اجي ندخل من جهه الباب. حليت الباب قدرت ندخل لهاديك البلاصه. لقيت ايوب مربوط وعيني عامرين بالدموع. قال لي امين راه هي اللي كتكتب ماشي انا. كنسمع صوت صاحبي كريم كيغوت. داك المره اللي كانت الفوق باقا كتسولنا، وصوت ديالي انا تنقول لهم غادي نعاونكم، غادي نخرجكم من هنا. غريب في الامر ان المرايه ما كتقاش، وخربت الدار كامله المرايه بقات صحيحه ما فيها حتى شي تهريسه. شفت في المرايه ويبان لي راسي انا كنت واقف ثابت، ولكن الشخص اللي كان كيبان لي في المرايه كيقول لي انت كنتي ضعيف خايف، الدار اللي علماتك القوه، شوف انت اليوم جيتي تعتق صاحبك والدر اللي عاونك باش تخرجوا كاملين. هاد الدار اللي علماتك خصك انت تبقى فيها باش تزيد تعلم اكثر من هكا. انا غادي نعرف باللي الدار المهجوره ما كانتش كتسرق الرواح، كانت كتبدل الحوايج اللي خايبين فيك. لاله زهره قبل ما نجي قالت لي خصك تعرف واحد الحاجه، الا تهرسات المرايه حتى الروح اللي في الدار غادا تمشي وغادي تحرق كاع داكشي اللي فيها. شفت في ايوب كيبكي، شفت في صاحبي كريم، هزيت هذاك البيل اللي كان في يدي وضربت المرايه به حتى تهرسات. في وسط داك الظلام مره اخرى ما غنبقى عاقل على والو. في الصباح غادي نلقى راسي حدا الغابه، الدار والباب ما كاينينش، وايوب وكريم حتى هما ناعسين حدايا. وانا نفرح وانا نقول لهم الدراري انا عتقتكم، هما يقولوا لي ما عرفناكش علاش كتهضر وما عارفينش راسنا اش كنديروا هنا. عرفت باللي ما بقاو عاقلين على والو. قلت لهم راه قصه طويله وقعت، الا ما تيقتونيش غنمشيو عند لاله زهره باش تقول لكم شنو درت باش نجي نعتقكم. دقينا في الباب ديال لاله زهره. للاسف لاله زهره توفات هذيك الليله. ما كانت عندي حتى شي طريقه واحده اخرى اللي غادي نقدر نقنعهم بها. كل واحد مشى لدارو. كنشوف راسي في المرايه ما كاش الحقيقه هي هذه. كندير شي حركه كدوز 2 حتى 3 ثواني عاد كدار داك الحركه. ملي كنرمش كدوز واحد شويه عاد كنشوف راسي كنرمش في المرايه. تما عرفت باللي القصه مازال ما تسالاتش والروح مازال عايشه. بعد اعوام الناس نساو القصه ديال الدار والغابه ولات خاويه، ما بقى كيعمرها حتى واحد. وانا حاولت نعيش حياتي عاديه، خدمه، الدار، الرياضه، ولكن واحد الحاجه اللي عمرها خرجت من بالي هي المرايات. حيدت المرايات ديال الدار كامله، حاولت نغطيتها الشراجم باش ما نشوف الانعكاس ديالي حتى في الجاج. خليت مرايه وحده، مره كندوز حداها
وكنشوف راسي. الا لقيت الانعكاس طبيعي غنعرف باللي الارواح ما بقاتش، ولكن كل مره كنت كنشوف راسي كنلقى الحركات اللي كدير معطلين بجوج حتى ل3 ثواني. واحد النهار قصت في المرايه لقيتها بارده بزاف. منين شفت اليد اللي قاصت المرايه لقيت مكتوب فيها ما جيتيش من مورايا. طبعا اللي قالت لي لاله زهراء الله يرحمها ما بقاش، ولكن داك الكتابه جديده اللي ولات في يدي منين قصت المرايه واخا كندوش ما كتحيدش. هنا عرفت باللي المراه اللي كانت الفوق خاص اللي يمشي يعتقها. قصه مازال ما سالتش. الا بغيتو نكملها خليوها في لي كومونتير، كتبوا غير الجزء الثاني راه واجد غادي نحطو لكم. حتى لهنا كيتسنى الفيديو ديالنا. شكرا بزاف، نتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله.